تعالوا نجرب مع بعض. النهارده هنعمل نوع من الحلويات التركيه المشهوره جدا واللي طالعه ترند اليومين دول على التيك توك. وصفه على قد ما هي سهله وملهاش مكونات كتير، بالعكس مكوناتها موجوده في كل مطبخ، على قد ما هي حاجه فخمه قوي وطعمها فعلا يستاهل تجربيه. اسمها بالتركي الكازان ديبي، ومعرفش بالعربي تترجم يبقى اسمها ايه. ميكس حلو كده بين الكريم كراميل والكريم بروليه وبودنج الرز بلبن، حاجه كده في الرينج ده. تابعي معايا الفيديو، هنعملها مع بعض النهارده خطوه بخطوه، بس ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناه علشان يوصلك كل جديد بعمله. هنبدأ نجهز الكازان ديبي. هحط حلة على النار وهحط فيها كوباية سكر بودرة، كوباية صغيرة من بتاعة الشاي. هحط كوباية من دقيق الرز، ودقيق الرز يبقى جاهز مش مضروب في البيت عشان تضمني ان ميبقاش فيه اي حبيبات. معلقتين نشا، معلقتين دقيق، وصفار بيضة. بعد كده هحط عليهم اللبن، ده لتر لبن حليب، لبن عادي جدا ساقع او بدرجة حرارة المطبخ، وبالمضرب السلك. وهبدأ ادوب كل المكونات دي في بعضها. نار البوتاجاز مفتوحة، نار هادية جدا. قلبي بشويش كده عشان تدوبي كل حاجة مع بعضها. هديهم بس معلقه صغيره كده من فانيليا سايله عشان صفار البيضه، او كيس فانيليا بودره. وايدي فيه بقى على طول تقليب مستمر لحد الخليط ده ما يتقل معايا ويبقى شبه المهلبيه كده. ما بياخدش وقت كتير منك، يعني يدوب 7-8 دقايق وهتلاقيه بدأ يتقل معاكي. انا هو طول معايا عشان اللبن كان ساقع من التلاجة. بس كده. اول ما بيتقل معايا بالمضرب السلك بفضل اقلب فيه لحد ما ياخد القوام بتاع البودنج او المهلبيه زي ما انت شايفه كده. شايفه ناعم معايا ازاي؟ ما فيهوش اي تكتلات، على قد ما تقدري يكون الخليط ده ناعم معاكي كده عشان الوصفه تنجح معاكي. هركنه بقى وهبدا اكمل بقيه خطوات الكازان ديبي. الصينيه اللي هجهز فيها الكازان ديبي انا حطها على النار، وبحط فيها حوالي معلقه زبده كده، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار سكر بودره، وهبدا اكرمل السكر ده مع الزبده. السكر البودرة هنا هيتكرمل بسرعة، فما تلفيش عينك من عليه، في ثواني هتبصي تلاقيه اتحرق. قلبي كده الزبدة مع السكر، مفيش نص دقيقة وهتبصي تلاقيه بدأ يتكرمل قدامك زي ما انت شايفة كده. ايدي على طول بتقلب فيه عشان ما يتكتلش او يعمل معايا كلاكيع. بقلب كل السكر، بدأ يلون اهو. والتقليب يكون بمعلقة خشب، بلاش السيليكون في درجات الحرارة العالية دي، ولا المعالق المعدن. اول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي ده في ثواني هيسود معاكي. على طول بننزل عليه بكبشتين كبار من خليط البودنج اللي احنا عملناه او المهلبيه اللي احنا عملناها دي، وبقلبهم كده وبفرشهم في الصينيه من تحت. غطيلي كل الصينيه من تحت بكبشتين كبار كده من البودنج ده، واسيبهم على النار 2 بس. وبعد كده بنزل بباقي الخليط على الصينيه، بسيبه 2 بس على النار وبطفي، وبسيبه يبرد على البوتاجاز حوالي نص ساعه كده بس يبرد. وبدخله التلاجة من 2 ل3 ساعات، وممكن تبيتيه في التلاجة. ده بعد ما قعد في التلاجة 3 ساعات تقريبا طلعته ماسك نفسه اهو. هبدأ اقطعه. بقطع الصينية نصين بالعرض كده، وكل نص هقطعه 3 بالطول، يعني النص الصينية يعمل معايا 3 رولات. مش هضحك عليكي واقولك الكاميرا فصلت وانا بصور ومعرفتش اوريكي الكام واحدة طول، لا هم اتكسروا وانا بطلعهم، يعني عادي شكلهم مش هيطلع كلهم بيرفكت. بس لو مصممة تطلعيهم رولات شكلهم مظبوط، فحاولي تخلي طبقة الكريمة رقيقة شوية، وزودي كمان من تحت الكراميل فهتفصل معاكي على طول. باخد بقى كل جزء كده والفه على بعضه واعمله رول. بنلفه بالطريقة دي كده بالسباتولا، بتلفيه كده بيبقى رول وبتطلعيه على الطبق. طبعا ممكن تسكيب خالص مرحلة اللف دي، ما تروليهاش وتقطعيها مربعات وتطلعيها خرط كده وتقلبيها، تخلي الوش اللي فيه كراميل ده هو اللي فوق. بنزوقه بقى بالفستق وبالورد المحمدي، الورد الصغنن المجفف ده. وخلاص كده الحلة بتاعنا جاهز معانا. مفيش اسهل من كده يا بنات، وطعمه حلو جدا زي ما قلت لك في بداية الفيديو. ميكس حلو كده بين الكريم بروليه والكريم كراميل، وطعمه برده شبه المهلبية بتاعتنا المصرية. حاجة كده باردة وناعمة طرية ورطبة، طعمها كريمي جدا، تحسي ان انت حطيتي فيها كريمة لباني، مع ان احنا ما حطيناش غير اللبن والدقيق والنشا بس. صفار البيضة مديها دسامة كده وطعم كريمي كأنك حطيتي فيها كريمة كتير قوي. بس حبايبي دي الوصفة الأصلية للكازان ديبي، ياريت تجربيها وتكتبي لي رأيك في الكومنتات. وما تنسيش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله.